بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم عندي في قناة زيا كويزين. ان شاء الله تكونوا بخير وفي صحة جيدة. اليوم حباباتي تقاسمت معكم هذا الطبق الصيفي خفيف وظريف اللي هو طاجين الدجاج غولي بالزيتون وزرودية. نتمنى انه هذا الطبق يعجبكم. يلا مع بعض نشوفوا الوصفة تاعنا. بسم الله، نبداو في تحضير النقط تاعنا تاع الغولي. ندير هنايا ملاعق تاع زيت نباتيه، نزيدو معاها البصله نكونو قطعناها مربعات صغيره، نبداو نقلبو في البصله تاعنا. البصله درت معاها زروديه بعد ما كنت نقيتها قطعتها هكذا دوائر، ولا الشكل اللي تحبوه نتوما ديروا. انا نحبها كذا مدوره هكذا. نديرها لي زيتيس، ندير الملح، منكثرش بزاف الملح، راني درت بغيطه صغيره. عندي الفلفل الحي، بغيطه صغيره. عندي تابل تاع الدجاج كيف نفس المقدار. هاي ندير معاها شويه صلصه الحانوت، تجيو لي زيتيس هادو تجي بنينه المرقه. كيفاش تجيو لها هكذا بالزنجبيل والكركم، تجي بنين الماكله ومن طون راهي صحيه. نقولو حنا لي طوق تاعنا يسحق لهادو لي زيتيس، سيرتو هكا الكركم مثلا. دابا بيكم تدخلوا هادو المكونات هذه في الماكله تاعكم تعتمدوا عليها. هذا واش درت؟ فلفل، درت فلفل الملح وفلفل وشويه راس الحانوت وتابل تاع الدجاج. اللي ما عندهاش تابل الدجاج تكتفي غير براس الحانوت والكركم والزنجبيل. اللي عندها طازج هذا بها تربي شويه طازج. انا عندي فوت درت فوت. نقلو مليح مليح الزروديه تاعنا مع البصل، خلوها تتقلى مليح مليح، ومن بعد نمرقوها ونزيد عليها الزيتون وندير شويه دجاج معاها. دوك تشوفوا كيفاش ندير الدجاج، نديرو معاها باش يطلب البنه. هنا خليت الزروديه تاعي تقلى، درت شوفوا غير شويه حق واحد جوج مغارف كبار تاع البولي اشي ولا داد اشي ولا فيوند اشي اللي عندكم. ندير فيها غير شويه تاع الملح، شويه ماشي بزاف، شويه تاع سكنجبير، رشه تاع الفلفل غير رشه برك ماشي حاجه كبيره باش يجي هذاك اللحم بنين. شويه تاع التوابل اللي درتهم في القدره نديرهم هنا، شويه تاع الكركم نديرو هكذا. ونديرو معاها كويرات كي نمرق، نديرو كويرات مع هذيك الزروديه والبصل والزيت. ها راهي تطلع سيرتو الكركم والزنجبيل فيه واحد الريحه ما شاء الله. هنا دوك نمرق، وقريب ما نسيت انا، ما تنساوش البنات شوفوا غرفه تاع الفرينه ديروها، هذه تعقد لكم الماكله، تجي بنينه وتجي عاقده الماكله، ما تجيش مايله. حيت نعرفوا الزوديه حنا يعني ما تجيش خافره ولا كان. ديروا هكا المغرفه تاع الفرينه، ما ديروا فيها الفرماج لا والو، تكون شويه اقتصاديه. اللي عندها الفرماج مع التالي دير لها مغرفه فرماج ولا دير لها كران طحاش. انا ماهوش متوجد معايا هكذا، وانا درت عمدا هكذا باش نتوما تتعلموا ديروا هذه الطريقه كي ما يكونش متواجد عندكم. ديروا شويه فرينه تتحمص شويه ومن بعد تمرقي ونكمل الوصفه تاعي. شوفوا البنات راني مرقت، ما تمرقوش بزاف، ما ديروش الماء بزاف، هذه الوصفه ما تجيش فيها الماء بزاف. وهاني درت الزيت ومن بعد اللي كنت درتو في الماء بارد ولا ديروه في الماء والفرينه. انا نديرو في الماء بارد يعني من الحنفيه مره زوج ثلاثه، نحالو الملح وما نكثرش الملح في القدره تاعي باش يجي الملح متوازن. ونبدا ندير هذاك اللي قلت لكم عليهم الدجاج هذاك، نديرو هكذا كويرات باش ياكلوا البنه في المرقه ما تجيش
تجيني سامبا. الا عندكم زعما جناح ولا عنقوق ولا ديروا هذوك اللي يبقاو تاع الدجاجه باش يعطيو البنه، باش المرقه تجي بنينه. هذا ماكل تجيكم مرقه بنينه هايله. هنايا نروحو للغولي تاعنا باش نتبلوه، نديرو طريقه التحضير تاعو. هنا عندي دان اشي، نزيد معاه مغرفه تاع زبده باش تعطيه طراوه. عندي حبيبه تاع البيض، حبيبه بيض. عندي ندير فلفل مغارف تاع لا شابلور بار مامري. غادي نشوف الا صدتو طري نزيدلو، لازم يكون متماسك. عندي نص حبه تاع بصله، هنايا البنات نزيد لها 2 سنينات ثوم. نعطيها البنه، نزيد لها البنه ماشي بزاف، غير 2 سنينات. بعد ندير لها لي زيبيس هنايا كما قلت لكم اللي نديرهم في القدره نديرهم هنايا. ندير الملح غرفه صغيره، زدت معاهم توابل تاع الدجاج غرفه صغيره، نزيد فلفل الكحل نص مغرفه. كما قلت لكم كي لي زيبيس درتهم في القدره نديرهم في اللحم. كما قلت لكم هذو لي زيبيس كاع اللي درتهم في القدره درتهم هنا. درت الملح، فلفل الكحل، راس الحانوت شويه، تابل تاع الدجاج وكركم والسكنجبير. دوكا نخلط مليح هذا لي زيبيس، خلطهم بيدي باش تندمج كل المكونات. شوفوا البنات هنايا اللي ما تعرفش البيض تخاف تكون باغ ما عندهاش كميه كبيره كيما انايا كيلو ولا تكون عندها رطل ولا البيض كيفاش دير له تحكم حبه تاع البيض تضربها تبدا تقيس غير بالعقل، باسكو الا جرات لها كي تجرى بزاف ماشي مليح، ما تقدريش تحكمي فيها تجيك تتفتت. انا شوف درت حبه ودرت 3 مغارف تاع لا شابلور جاتني سوسوه. ما تجيش ما لازمش تجي جاريه باش تقدري تحليها وديروا ليها فاسيلمون. هذا للمبتدئات، واللي مضاريه دير تعرف العبر ما تخافش البيض دير البيض هي تعرف كيفاش دير ولا شابلور. شوفوا هذيك الاخر تاعي قسمتها على 4 نديرهم صغار باش يجوني في الكسكاس. اللي تحب ديرها في الفوق قباله تقدر تخليه بودان كبير ولا 2 بودان. انا درتهم هكا نديرهم شويه صغار باش نقدر نديرهم في الكسكاس، لاخاطش انا حنفورهم نديروش في الفوق ومن بعد باش نعاود نحمرهم. ديري يدي في الماء، نستعين بالماء كما كتشوفوا باش يبقى بابي فيلم. ديريها كاري يكون رقيق، ديري له فرماج داخل وهي داخل شي باش حبيتي، ولا حبيتي فرماج ولا حبيتي ديري زيتون ديري اي حاجه حبيتي، بيض مغلي ولا حبيتو. هنا شوف بعد ما استفت الفرماج تاع هذا مربعات متواجد معكم، ولا ديروا فرماج نورمال نتوما ما حبيتو. نبدا نرولي فيها، نرولي البودان تاعي هكا عزيزاتي المبتدئات غير بالعقل ولوه. نديرو هكا، هذا تجبدو هكا هكا وهكا. حكموا زيروا عليه منا هكا، ديروا كما حربوش. تحبوا ديروه صغير كل واحد من واحد، تحبوا ديروه هكذا باش تقطعوا دي طرونش تاع جماعه. زيدوا نغلفوه بالبابي ألمنيوم وعلى قلب هكذا
نلفوه مليح. هكا ونكمل كامل اللي يبقى لي بعد تشوفوا. هاي بعد ما كملت الغولي تاعي كامل نحاولوا نثقبوه شويه باش يدخلوا طياب، ماشي بزاف، غير هكذا 3 ولا 4 ثقبات هاك. نديهم نفورهم في الكسكاس. الكسكاس خليهم يفوروا لمده تقريبا ساعه، ساعه وربع. شوفوا هنايا القدره تاعي طابت فيها. شوفي الزروديه هذه ما فيهاش حاجه كبيره طيب، غير طيب الزروديه كل شيء طاب. شوفوا المرقه كيفاش خافره. شوفوا هذيك المغرفه تاع الفرينه اللي قلت لكم عليها تعقد لكم المرقه زين وتجي بنينه هايله. ذوقي الملح تاعك وطفي عليها، وكي وجد الغولي نرافقوه معاها. وانا ندير شويه بطاطا مقليه، ندير شويه زيت مع شويه زبده باش نحمروا البودان تاع الدجاج تاعنا. كي ديروا الزبده مع الزيت تحمر الشيء هذاك اللي تكون رايح تحمروا يحمر لكم بالخف. ماشي كيما ديروا الزيت وحدها تطول باش تحمر معاك. نعاود من هذه البودان تاعنا بعد لي فارو. سخونين على الاكستريميتي. هنايا نحاول كيفاش نبدوهم سخونين. نتوما البنات خليهم شويه يبردوا. دوك انايا درت لكم شوفوا هنا البنات كيف حمرت باش يجي اللون تاع الفراخ. وديروا الزبده باش تنبقى في حمر حتى هو طايب. هنا بعد ما وجد الغولي تاعنا خلوه يبرد شويه، لخاطش هذا الفرماج الشيدار يذوب. خليه يبرد بيان ومن بعد قطعيه. هنا ندير شويه الطبسي تاعنا. درت طبسي جماعي. نشوف نحاولوا نزينوا الطريقه اللي تحبوها. عارفوا حنا نحبوا نشبحوا الطبسي، وانتم البنات شبحوا كما تعرفوا. انا درت هذه الطريقه هكذا، ان شاء الله تعجبكم وتنال رضاكم. شوفوا البنات هذه لاصوص هذه تبقى تخرج لكم من البودان تاع الاخر كي تفوروه. ديروها مع شويه مرقه تاع الزيتون وتجروها، لاخاطش هذاك الفرماج كيسيح يولي هكذا. ولا تحبوا ديروا نتوما صوص فرماجه ديروا. انا ما حبيتش نقيسو، درتو ودرت معاه المرقه وجريته شويه وهكا خرج شباب وجا بنين زين رائع. ما تنساوش حبيباتي ديروا لي لايك وتابونيو فضلا وليس امرا، وتفعلوا الجرس يصلكم كل جديد من عندي. ونتمنى ان الطبق هذا عجبكم ونال رضاكم. ما لي غير نقول لكم دمتم في رعايه الله وحفظه. سلام.